وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا صديقتي؟ الحمد لله على كل حال يا أختي. تعرفين متى ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ما هي الرخصات في مولد النبي في مولد صلى الله عليه وسلم؟ هي عديدة منها خروج نور من بطن أمه أزاله قصور الشام وأزاله ما بين المشرق والمغرب سقوط 14 فرقة من قصر كسرى انتفاء النار التي يوقدها المجوس وانهدام الكنائس الواقعة حول بخارى في غير ذلك. وما هو النعمة الكبرى وغايته؟ إن النعمة الكبرى هي ذات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لكل مسلم والمسلمات للعالمين جميعا. وما هو الفرح وشكر المسلمين بنعمة ولادته صلى الله عليه وسلم؟ فرح المسلمون بولادة نبينا الكريم فرحا شديدا وكيف لا يفرحون وقد بلغنا رسالة الإسلام وداءنا إلى دين الحق وأرشدنا إلى طريق الهدى وقد جعلوا من هذا اليوم يوم فرح وسرور وعيد عنده عيد الأيام. ما هي الأعمال في مولده صلى الله عليه وسلم؟ فإن أفضل ما يفعله في ذلك اليوم هو ذكر وتذكر السيرة النبوية وشمائل الكريمة والحث والتمسك بهذا الدين المتين وبسيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وصحتي كاملة على مولد النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا.